عارفين إيه اللي بيخلي أول يوم مدرسة يفضل محفور في قلوبنا مهما كبرنا؟ صوت الجرس، ريحة الكتب الجديدة، الكرسي الخشب اللي بيزيق وهو بيتحرك، ضحكة أول صاحب بتكسبه في حياتك. يمكن علشان المدرسة مش مجرد فصل وسبورة، المدرسة قصة عمر كاملة. زمان كنا بنصحى على صوت الشيخ محمد رفعت، صوته كأنه ريحة جنة بتفتح بيها يومك. وبعدها تسمع الست وهي بتغني: يا صباح الخير يلي معانا، الكروان غنى وصحانا. يا صباح الخير يلي معانا، يلي معانا، الكروان غنى وصحانا وصحانا. وفي عز الزحمة وانت في طريقك للمدرسة تسمع الأغنية اللي كلنا حافظينها: بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. هنا القاهرة. بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة. سلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. تحس الدنيا كلها بتطبطب عليك، كأنها بتقولك ما تخافش، طريقك للمدرسة مليان بركة. ولو ما دخلتش المدرسة وكنت لسه من الصغننين هتلاقي نفسك مستني حكايات أبلة فضيلة، الحكايات اللي كانت تسرقنا من الدنيا وتاخدنا لعالم الطفولة. مش حكايات وخلاص، دي كانت دروس في الأخلاق والقيم وذكريات عمرنا ما هننساها. هنا القاهرة. حبايب الحلوين، الحكاية بدأت من آلاف السنين، بداية أول مخلوق لما ربنا سبحانه وتعالى علم آدم الأسماء علشان يعلمنا إن العلم هو أهم الأشياء. ولما تطلع شوية هتلاقي في مصر القديمة أول حد ظهر عندهم الكتاتيب. العيال لابسين كتان قاعدين قدام ألواح من خشب وحجر يكتبوا عليها بالقصب والحبر. المكان ما كانش اسمه مدرسة، كان اسمه بيت الحياة. والتعليم وقتها ما كانش للكل، كان للصفوة، أولاد الكتبة والكهنة. اللي يتعلم يبقى لسان الفرعون، اللي يحسب خيرات الدولة هو اللي يمسك حساباتها، اللي يمسك سر المعابد. طب واللي يغلط العصاية واقفة جنبه مستنياه. أصل التعليم كان هيبة مش لأي حد. ولما نمشي خطوتين ونروح لليونان هنلاقي الأولاد قاعدين في الجيمانيزيوم يتعلموا فلسفة وحساب ويمارسوا رياضة ومصارعة. عندهم التعليم مش بس للعقل، التعليم للجسم كمان. ومن هنا طلع مصطلح غريب: سكولية. وصدق أو لا تصدق، الكلمة وقتها كانت معناها وقت فراغ، بس مش أي وقت فراغ، ده وقت فراغ مختلف كانوا يقعدوا يتعلموا فيه فلسفة، موسيقى وفنون. والكلمة مع السنين اتغيرت وبقيت سكول، يعني مدرسة. ولما تمشي حبة وتدخل في العصور الإسلامية، الكتاتيب كانت هي البطل، انتشرت في كل بلد. الأولاد تبدأ بحفظ آيات القرآن، وبعدها قراءة وكتابة وحساب. الكتاب
ما كانش مجرد تعليم، كان تربية أجيال. ومن قلب الكتاتيب خرجوا علماء غيروا الدنيا: الخوارزمي، ابن سينا، وابن الهيثم. والأزهر كمان في القاهرة اللي اتبنى سنة 970 ميلادياً بقى منارة علم، يجيله طلاب من المغرب والأندلس لحد آسيا الوسطى. الأزهر بقى بحر علم ومخلص. أما في بغداد ظهر بيت الحكمة، أشبه بجامعة مفتوحة مليان مترجمين وعلماء وطلبة من كل حتة. ومن هنا بدأت فكرة حلقات العلم، الطلبة قاعدين حوالين الشيخ يسمعوا ويكتبوا، ودي بقيت أساس تعليمنا لحد النهاردة. ولما جه عصر المماليك طلعوا المدارس النظامية الناصرية والظاهرية، مش بس دين، كانت علوم فلك وهندسة وطب. المدرسة بقت مصنع حضارة. تفتكر وقفت محطة التعليم هنا؟ لا، لما نروح لأوروبا بعد ما ترجموا علوم المسلمين، في الأول الكنيسة هي اللي مسكت التعليم، كله دين، إنجيل، لاهوت، تراتيل. بس بعدين ظهرت جامعات زي باريس وإكسفورد، ومن هنا بدأ التعليم ياخد شكل حديث. وفي القرن ال19 ظهر مفهوم التعليم الإلزامي. يعني إيه؟ يعني كل طفل لازم يروح مدرسة. العلم ما بقاش رفاهية، بقى حق لكل إنسان. ولما نرجع لمصر هنلاقي محمد علي باشا كان أول واحد يفهم إن قوة الدولة في عقول أولادها، فعمل مدارس للطب والهندسة واللغات. وجاء بعده يكمل المسيرة الخديوي إسماعيل وعلي مبارك باشا اللي عمل مدارس نظامية للأولاد والبنات. التعليم بقى للجميع لحد ما جه الاحتلال الإنجليزي سنة 1882. كانوا عايزين المصري يتعلم كده تعليم على قده، يقرأ ويكتب ويشتغل، بس موظف صغير. طب والتعليم العالي؟ لأ، ده كان للأجانب وللكبار وبس. بس المصريين ما سكتوش، عملوا مدارس أهلية من جيوبهم وبعتوا بعثات بره البلد عشان يرجعوا بالعلم. التعليم بقى مقاومة. وبعد ثورة يوليو عام 1952 التعليم بقى بالمجان. عبد الناصر عمل مدارس في القرى والنجوع. التعليم بقى سلاح لبناء جيل جديد، ومن أيام السبورة السوداء للبيضة لحد التابلت والشاشات الذكية، العلم فضل يتطور حتة حتة. بس مع كل التطور ده في حاجات ما بتتغيرش: رهبة أول يوم، فرحة أول صاحب، ريحة الكتب الجديدة، وصوت الجرس اللي بيعلن بداية فصل جديد في حياتك. المدرسة مش بداية تعب، المدرسة بداية عمر. كل ما تسمع صوت الجرس افتكر إنك داخل فصل جديد من حكايتك. قول لنفسك السنة دي مش هتعدي عادي، السنة دي هكتب فيها جزء من مستقبلي. يلا نرجع المدرسة بقلوب مفتوحة ونثبت لنفسنا قبل أي حد إن العلم هو السلاح، والحلم لسه مستنينا قدام. مستني إيه؟ يلا قوم حضر شنطتك وافتكر إن الحلم مستنيك.